السمك السنجاري هنعمله النهارده بأبسط طريقة وطعمه حكاية. فيديو النهارده مميز جدا. هنحضر معاكم سمك المكاريل بأقوى تتبيلة وبطريقة سهلة وبسيطة، وبعد الطريقة دي هتعتمدي الوصفة ومش هتبطلي تعمليها تاني، وتنفع التتبيلة لجميع أنواع السمك، سواء للسمك المشوي او المقلي او جميع انواع السمك او اي جميع انواع السمك السنجاري كمان، بولتي طبار، اي نوع سمك هينفع معاكي وتنفع معاكي التتبيله دي. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. هنبتدي. انا مش هجيب غسيل السمك او تنظيفه لان انا عملته قبل كده في فيديو قبل كده. عامة أي سمك سنجاري بيتفتح من الظهر، وبعد كده بتطلعي منه الحاجات اللي في بطنه، بتنضفيه وبتغسليه غسلة حلوة كده، وبعد كده بتنقعيه في شوية ملح لمدة 5 دقايق بس وسنة من الخل، عشان بتشيل معاكي الزفارة. وبعد كده بتسيبيه، بتصفيه من المية أو تنشفيه بمناديل وتحطيه زي ما أنا حاطاه كده في الطبق. مفيش أسهل من كده. بنجيب بصل، توم، خضرة شبت، على كزبرة، على طماطم، على بصل، على فلفل حراق أو الاتنين مع بعض، رومي أو حراق. تضربوهم في الخلاط او في الكبه وتسيبوهم على النار يتسبكوا مع بعض كده، ياخدوا ويدوا. وشويه من سنه من الخل وعصره من الليمونه ومعلقه من الكمون ومعلقه من بهارات السمك ومعلقه من الملح. وبعد كده بتسيبيه على النار يتسبكوا. وبعد كده هتكوني نيجي لخطوه التتبيله ومعلقه من هريسه الشطه. كل الخطوات دي في الخلاط او في الكبه او في اي حاجه عندك، تضربيهم مع بعض وتقدري تحطيهم على النار وكده. انا هنا عملتهم في الخلاط وكده وزودت له، يعني زودت شويه ميه، وبعد كده حطيتهم على النار. معلقه من بهارات السمك، معلقه من الكمون، معلقه من الملح، معلقه من هريسه الشطه، معلقه او معلقتين من الخل، عصره ليمونه، وبصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، شويه من التوم كده، فصين 3. وبعد كده بعد كده بتضربوهم في الخلاط او في الكبه وتحطوهم على النار في شويه من الزيت كده، معلقه ولا معلقتين. وبعد كده بترفعوهم على النار ما يسبكوا. هنبدا بقى نحطهم على وش السمك. هنا انا بعمل التتبيله اللي هنتبل بيها السمك. معلقه من هريسه الشطه، عصير ليمون، ليمونه 2 زي ما تحبي. عامه السمك بيحب الليمون والكمون، دوا السمك او تتبيله السمك ليمون وكمون. معلقه من التوم، معلقه من هريسه الشطه، عصير ليمون، شويه من الزيت. وتبداي بقى تتبلوهم لمده نص ساعه، ساعه، 10 دقايق، طبعا ما الوقت يسمح لك وكده، عما التتبيله تتسبك على النار بس. وبعد كده بتحطها على وشه. مفيش ابسط من كده. التتبيله دي بتفرق معاكي في الطعم وفي بتديه طعم ونكهه حلوه خالص، بيطلع معاكي تحفه. في الوقت ده بنجهز بقى الصينيه كده على مقاس الثلاث سمكات او اربعه او زي ما تحبي. عامه السمك اليومين دول غالي، الكيلو فيه ب150 جنيه. الحجم الاصغر من ده بيكون اقل في السعر بس مش كتير برضو، يعني مش كتير قوي، يعني ممكن يعملوا 130. والنوع السمك الكبير بيعملوا 150. فسمك المكاريل ده انضف انواع السمك وبيكون حلو خالص في السمك السنجاري. جربيه وهيعجبك جدا. بعد كده بنجيب ورق سلوفان ونحطه على حوالين السمك كده، بنغلفها منها، مش بتلزق في الصينيه، ومنها بتشيل السمكيه بوحدها، واحده بوحدتها كده، وبتكون بتطلع معاكي تحفه وبتديكي برضو وبعدين لو تقدري برضو رشه زيت كده في الصينيه، وممكن تستغني عنها لان السلوفان بيغني، مش محتاج تحطي زيت ولا حاجه. بس عامه انا حطيت شويه كده. وبعد كده بتجيبي الخلطه اللي على النار، اتسبكت زي ما انت شايفه كده، وبتبداي تحطيها على السمك، بتكون تحفه. تقدري عامه مش تفرميها في الخلاط او في الكبه، تقدري تقطعي طماطم، شرايح فلفل، شرايح بصل، شرايح ليمون، توم، الحاجات الخضره اللي هي الشبت والكزبره، وتحطوهم زي السلطه كده على السمك. وبرده بيفرق معاكي في الطعم وبيفرق معاكي برده ويكون تغيير. بس انا فرماه بيكون بيديكي طعم وقوام وكل حاجه حلوه خالص السمكه، وبيديها طعم مختلف جدا وبيكون حلو خالص عن الطماطم المتقطعه وكده. بس الطريقه دي برضو حلوة، والطريقة التانية حلوة. هنا انا حطيت شرايح ليمون، بتدي منظر وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو. احنا اصلا عصير ليمون في التتبيله وعصرينه في الخلطه بتاعه السمك. بعد كده بتحطيه على نار اول 10 دقايق على نار عاليه من فوق ومن تحت. وبعد كده بتخليه على نار متوسطة لغاية ما يستوي من فوق ومن تحت، او بتشغلي من تحت في الاول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده بتخليه على نار متوسطة. وبعد كده في اخر 10 دقايق بتشغلي الشواية من فوق زي ما تحبي، وتكون الحرارة تكون متوسطة وكده. هنبدأ نعمل الرز اللي هو حباية وحباية. شوية زيت كده في حلة وشوية رز وبتقلبيهم مع بعض. بتكوني بتغسلي النص التاني، يعني ممكن يكون تلت وتلتين، يعني التلت بنحمره والتلتين
نغسله بعد كده ونحطه على التلت اللي احنا عاملينه، بتحمريه زي اكنك بتحمري مكرونه، بتحمري شعريه، لسان عصفور، اي حاجه، وتحطيه بيفرق معاكي في الطعم جدا وفي السمك. بيكون حلو خالص، احلى من لما يكون الرز اللي هو ابيض صافي كده. وبرده الرز ده او الرز ده كويس جدا وحلو خالص. تبداي تحمريه لما ياخد لون زي الذهبي كده، تخلطي عليه الرز اللي احنا غسينه التلتين التانيين وشويه ملح. واول ما يشربوا الميه بتاعتهم، تبداي تهدي النار، وبيطلع معاكي احلى رز ومفلفل كمان وشارب ميته، وحبايه وحبايه. هنا بوريكي ان اللون حلو خالص وذهبي كده، حبه تغمقي عن كده، حبه تفتحيه زي ما تحبي. هتقلبيه ونحط الميه بتاعته وشويه من الملح، معلقه من الملح، وبيطلع معاكي احلى رز ومفلفل كمان، وبيكون تحفه معاكي في الاكل. ما بياخدش 10 دقايق او 5 دقايق على النار اول ما بيغلي. هنقدمه بقى مع سلطة خضراء، مع عيش. ممكن تستغني عن الرز وتاكليه بالعيش والسلطة كده، وشوية جرجير وشوية بطاطس كده محمرة. هنا احنا قدمناه مع سلطة وشوية رز، شوية بطاطس محمرة كده، مفيش احلى من كده. تقدري تقدمي معاه طحينة، عيش، مش لازم رز، وبرده رز كويس جدا وحلو برده، او رز وسلطه وشويه بطاطس محمره كده. وكمان بيفرق معاكي لو رز حبايه وحبايه. احنا هنا رشينا رشه خضره كده، اللي هي الكزبره او البقدونس، زي ما يكون موجود عندك ترشيها، بيطلع معاكي، بيديكي شكل. عامه العين بتاكل قبل البق، فبيطلع معاكي الشكل حلو خالص. وبتقدميه بقى وبتاكلي اكله سمك دي على الاقل لازم الواحد ياكلها مرتين في الاسبوع، لان بتطلع تحفه. وبرده مغذيه للاطفال ومغذيه للكبار، بروتين وكالسيوم، وفيها فوائد كتيره. وتنفع كمان لجميع انواع السمك، بولتي، سنجاري، اي نوع سمك.